ده ايه ده بقى. الموضوع هنا مش متوقف على الاكل بس. فاكر ان ده محل قهوه بس ما طلعش محل قهوه. Let's go man, this is boring. لا مش عايزين الوان. اهلا بكم في فيديو جديد. النهارده احنا في جدانسك بولند او بولندا. النهارده احنا هنحضر الكريسماس ماركت اللي هو اول مره في حياتي ادخل كريسماس ماركت. وبالصدفه عرفت ان الكريسماس ماركت بتاع جدانسك او المدينه اللي انا فيها هو اللي حصل على الجايزه بتاعت احسن كريسماس ماركت في اوروبا. النهارده يا شباب احنا برضه معانا حد كويس جدا، هو بولندي، هو عايش في الاوضه اللي جنبي وبقينا اصحاب يعني. اسمه سيمكو. Hi, I'm Semko. So greetings for all the viewers. Yeah. From my friend from Egypt. شخص جميل ولذيذ يعني. هو الوحيد تقريبا البولندي اللي لقيته لذيذ يعني. ولسه بنشوف بقى، احنا لسه بقالنا فتره قصيره بس بنشوف الدنيا فيها ايه. So here is like hot chocolate to drink and smooth wine. Some Polish things. طيب هنا يا جماعه الماركتس دي او البيوت الصغيره دي، المحلات الصغيره دي فيها مختلف الحاجات يعني. في ناس بتقدم سي فود، في ناس بتقدم واين، في ناس بتقدم برجرز، في ناس بتقدم اكل. وهنا عندنا علم لبنان اهو، بس هنا عندهم حاجات كتير. النهارده للاسف زحمه عشان النهارده السبت فاجازه. يا جماعه هنا في حاجات مختلفه جدا يعني. هنا الراجل ده مثلا بيبيع اوليف اويل او زيت زيتون وحاجات زي كده اهو. بصوا بس تقدر تشتري منه اهو. وجنبه المشكله ان انا مش عارف اترجم، فسيمكو بيترجم لي بصراحه. وده مكسيكان، اكل مكسيكي. What is this bro? Also original products. Yeah. See mainly honey. هاني يعني. دول بيبيعوا عسل اهو. بس هو بيقول لي ان الاماكن دي بتبقى غاليه قوي عشان طبعا سياح وكده. هو مينلي الفوكس بتاعهم Sweets, some kind of sweet jellies. يا هنا بيبيعوا حلويات جيلي يعني. هنشوفها. حلويات عادية يعني، عندنا منها في مصر برضو، بس هي المشكلة هنا مش حلال. Honey again. هاني اجان. هاني والشمع، شمع على الاشكال. الست هنا لابسة نحلة. Here is written like in Polish, a house from gingerbread. Gingerbread, yeah, I know. I kinda know what that means. هنا بيبيعوا اللي هي حلويات الكريسماس اللي هي الجينجر بريد. انا مش عارف يعني ايه جينجر بريد بصراحه، بس انا كنت عارف، بس هقول لكم يعني على الشاشه. الموضوع هنا مش متوقف على الاكل بس. هنا الموضوع هنا بيبيعوا حاجات مختلفه يعني. هنا الراجل ده عنده اكسسوارز سوري، حاجات من العنبر ده مشهور قوي هنا، واكسسوارز مختلفه. وهنا الراجل ده او المحل ده بيبيعوا ديكوريشنز او الديكور بتاع الكريسماس. عندهم حاجات صغيره حلوه لذيذه يعني. عندهم هنا حاجه مختلفه برضو، او في اوروبا عموما يعني. المحل ده بيبيع حاجه اسمها الكريسماس بولز، اللي هي الشجره بتاعت الكريسماس بيبقى عليها الحاجات اللي تتعلق، اللي هي الكور. بس هو عنده اشكال مختلفه المحل ده، وبيبيعها هي دي بس يعني. هو ده اللي هو بيركز عليه. ده ايه ده بقى؟ ده ايه ده بقى؟ what is this bro? This a different kind of cheese. Cheese. And this one here are like kind of cheese that is like originated from the mountain region in Poland, like around Zakopane, city of Zakopane. Yeah. It's most like
The small one that are here and they're like fried, it's called oscypek in Polish. It's like from the Polish mountains. Oh yeah. It's covered with bacon. I see. Some of them, yeah, because you can add different things on it. Let's see this one. هنشوفه ده. Honey again, you can also honey. have some peanuts in caramel and also halwa. عندهم سوداني بالكراميل. ودي مش عارف دي حلاوة دي ولا ايه. We have this in Egypt, bro. We have this in Egypt. Yeah, here's Turkish halwa. كنت فاكر ان ده محل قهوة بس ما طلعش محل قهوة، طلع محل للهوت واين او النبيذ السخن. عندهم حاجة مشهورة هنا يعني. Pasta sandwiches. moved باستا by- ساندويتشز. Yeah, pasta sandwiches moved by this written like this Italian kitchen. Really? باستا ساندويتشز؟ Like pasta and sandwiches. and Not sandwiches. together. Yeah. والمحلات على اليمين اهي، في محلات ورا لسه هنروحها. وسيمكو والله يعني راجل طيب بيفهمني، لان انا لو كنت فعلا نزلت لوحدي كنت صورته خلاص يعني. انا كنت ناوي اصلا ان انا انزل بس قلت له تعالى معايا وبتاع. وهو بيفهمني كويس جدا. لكن للناس هي تقعد فيها بنسميها في مصر ممكن يكون اسمها برجولة بس انا مش متأكد. وهنا في اماكن لذيذة. Here is like Brazilian kitchen. Here Yeah, Brazilian kitchen. cuisine. ده مطبخ برازيلي بيعملوا حاجات برازيلي. But they are all Polish or Yeah, I think even if there's like foreign cuisine, most people that are the owners of the stores are Polish. yeah. Not all of them, but some. This is like hot chocolate. هنا في hot chocolate. Ivedel, like it's a really old, Mm. really big Polish company that's producing chocolate. Really? Yeah, it's really old. جماعة سيمكو بيقول لي ان ده الشركة دي يعني شركة قديمة جدا في مجال الهوت شوكليت. ورايا ده محل هولندي، مش عارف انتوا شايفينه. انا مش عارف الكاميرا ليه جايبه حاجه منوره قوي. محل هولندي وبيقدموا حاجات سويتس وكده، والبركه في سيمكو هو اللي بيعلمني. I am telling them that you're teaching me and you're my guide here. Cool. بس والله الموضوع لذيذ جدا يعني، حاجة جديدة بنتفرج عليها كالعادة. ولسه مكملين. دخلنا المكان ده بالصدفة يعني. Artistic things. But I see some, I guess this is like handmade. cosmetics. Yeah. Candles. Let's take a look. حاجات زي اللي عندنا يعني. في عندنا بيزنس كتير في مصر، شباب مجتهدة بيعملوا الحاجات دي وبيبقوا مشهورين على فكرة، بس أنا عشان ماليش فيها فمش عارف. فهو بيقول لي إن المكان هنا للحاجات اللي هي الارتستيك أو الحاجات الفنية أكتر من اللي بره. يعني بره في حاجات اللي هي غذائية نقدر نقول، حلويات بقى وأكل ومطابخ من كل الدول، بس الناس اللي بيشتغلوا فيها أصلا بولنديين. هنا في هدوم ودباديب. المكان ده انا كنت فاكره مطعم، بس سيمكو بيقول لي ان هو حاجه اسمها كريسماس فاكتوري. الكريسماس فاكتوري ده ان هم تقريبا بيلعبوا هنا، بس هو قال لي انت ممكن تعمل حاجات بايدك. معرفش تعمل حاجات ايه. what kind of things I see them playing, you know? Is this like card games or what? Yeah, what are I these? think that Hello. you can make something by yourself using your hands. So how Some toys or some toys, but here Little Card is like only like the board games, so you can like spend your time with kids probably here. let's go man, this is boring. يا جماعة لفينا المكان ده وجينا عند البنت دي. البتاع ده اسمه what is the name of this again? فيتيفير. معرفش ده ايه بس هترجمه لكم يعني. والبتاع ده اصلا ليه ريحة وعاملة بقى ايه
فيديو كده ان الحاجات دي ازاي بتتصنع، وعاملين برضو حاجات تانية ديكوريشنز لذيذة جدا يعني. بس هي لفتت انتباهي لانها قالت لي شم، فانا قلت لها شم ايه، فقالت لي شم ده، فشميته لقيته حلو بصراحة. عاملين للمدينة هنا ميرش، اللي هو تعالوا بقى زوروا جدانسك وتعالوا شوفوها. وعاملين ازايز وكوبايات مجات، وعاملين شرابات وسوفينيرز وتيشيرتات حلوة قوي بصراحة، و لذيذة يعني. وهنا الحاجات معانا للأسف، كل اللي عندي ده عند ده عند ده، يعني ده عنده تحف اهي، وفناجين شكلها حلو بصراحة، شكلها الطراز القديم ده يعني، مش الحاجات اللي هي العصرية أو المودرن، شكلها حلو. وبرضه هنا فناجين وحاجات بس شكلها مختلف، وهنا زيت زيتون وهكذا يعني. معظم الأماكن اللي هنا نفس الحاجات يعني. هو هنا برضه سويتس بتاعت الكريسماس أو الحلويات، وهنا بقى في شوية هدوم، والموستلي أو الأكتر الجولري البسيطة دي والحاجات اللي معمولة من العنبر، لأن المدينة هنا مشهورة بالعنبر ده قوي، لأن هي على البحر. العنبر ده بيجيبوه من البحر. This is perfumes, right? Yeah. Perfumes manufacturer. ده حاجة اسمها nut cracker. nut cracker دي بتحط فيها you put the nut inside, right? Yeah. Inside their mouth. It Oh. opens like يا بيقول لي ان بنحط النط جوه بقها وبيكسرها. ماشي، حلوه برضه. وعندهم حاجات كبيره قوي. سيمكو بيقول لي ان الشركه دي عامله المكان ده للشاريتي او التبرعات، ان انت لما بتدفع فلوس انك تدخل تتصور في المكان ده، زي ما شفتوا دلوقتي نزل فيه تلج اللي هو الصناعي ده. الفلوس كلها بتروح بقى لايه، للاطفال وعلاج الاطفال وكده. و this is also right? yeah. Here you can buy tickets. This is the place that they are making the photo. يا هنا بنشتري التذاكر، وهنا بناخد الصورة جوه البتاع ده او الصندوق ده. Uwaga, na 3-4 dajemy do góry i na dół. I uwaga na 3-4, 3-4, woo! I na dół. لا مش عايزين I na الوان، góry, woo! مش عايزين الوان. I na dół. I widzę, że الدنيا Państwu się لبس podoba. وعيال Dobra, صغيرة wszyscy وحاجة wiedzą. نيلة. Zawsze tak jest. بس هم مش rodzice قصدهم nie chcą يعني. łapać, a potem wcale nie chcą jej هي بس puścić. الوان No قوس dobra, قزح يعني، moi مش kochani, اكتر. ostatni raz na dół, ostatni raz هو قال لي ان المكان do ده góry. بيبقى فيه كرسي جوه، المفروض ان سانتا كلوز بيبقى قاعد جوه، بس هو مش Zaraz موجود będą دلوقتي، piosenki, والعيال الصغيرة oczywiście, tylko بتاخد wezmę chustę. صور وكده يعني. Poproszę elfa Lulu, والبتاع żeby بدأت wziął- تلف اهي اللي wziął. هناك اللذيذة دي. ده مطبخ من فنزويلا، Piątki ze wszystkimi, piąteczki, واللي piąteczki, جنبه piąteczki, من piąteczki, أوزبكستان. piąteczki, piąteczki, piąteczki. بس زي ما قلت لكم معظم اللي شغالين اصلا بولنديين يعني. يعني مش من Wszyscy wiedzą, gdzie jest mama? Jakby مش co, to من można powiedzieć بلد do mnie. Ja mam dobry المطبخ، zasięg. او مش من بلد الحاجة. Fiona, بس الواد ده شكله الواد اللي جوه ده Fiona. دول من البلد ده يا باشا. مطبخ يوناني، عندهم حلويات يونانية اهي، بقلاوة وكنافة. بس هنا مش هيسموها كنافة، هنا هيسموها الاسم اللي انتوا شايفينه ده. مش عارف انطق. What? Tatar. Because this is the same. Oh. Here they have Uzbek, and here they have Tatar kitchen. So it's different. I don't know the difference I don't exactly. know. This is like the same thing because it's called Azima. Azima is here. Azima is. هو كان بيقول لي ان المحل اللي ورايا ده ان هو تتاري، بس هو تابع للاوزباك، المحل الاوزباك اللي كان موجود في الاول اللي انا وريته لكم، اللي كان فيه ست محجبه. وبيقول لي ان الحاجه مختلفه يعني، ان هم نفس المحل بس في التتاري بيبيع حاجه وفي التاني بيبيعوا حاجه تانية. احنا جينا من الناحيه التانية وبرضه نفس الحاجات يعني، اللي هنا هو اللي هنا هو اللي هنا، بالكريسماس ديكوريشنز الجميله دي والبتاع الحلوه دي. كانت بتلف دلوقتي بس مش عارف ايه اللي حصل. محلات كتير وبزنسز كتير، وبصراحه حاجه جميله يعني. بس زي ما قلت هو في تنوع
بس مكرر، يعني في تنوع، يعني في كتير قوي من الحاجه، يعني مطبخ اوزبكستاني كتير، مطبخ تركي كتير قوي. مفيش غير الشباب اللبنانيين، هم دول الوحيدين العرب هنا. والزحمه للاسف مش عارف اصور لكم الصوره كامله يعني، بس على قد ما اقدر هبين لكم. وده مكتوب شوكولاته اهو، عندهم شوكولاته. This is chocolate sweets, right? Chocolate sweet donuts. Donuts, yeah. Here, like moose wine, and also some kind of smoked fish. What fish? Broths. اه هنا بيبيعوا حاجات ما ينفعش، مثلا واين وبتاع، هوت واين. الهوت واين ده شكله مشهور قوي. محلات بتبيع زينة، ممكن الواحد يجيبها كزينة رمضان، يعني لما رمضان يجي يبقى يطلعها، عشان هي نفس الفكرة، يعني نفس الحاجات اللي بنعلقها. ممكن اعلقها في الأوضة كده والله، بس هنا الحاجات غالية قوي فمش هجيبها. وده برضو العنبر كالمعتاد، عشان المدينة مشهورة بالعنبر. Bro, where are you? هنا في صابون. It's called like Little Provence. So This is soup. Region France. Soap. Soap, and- right? Soap and Soap, yeah. lavender. اه نفس الكلام، يعني هنا برضو الكريسماس بولز دي. Christmas palm. يا وهنخلص هنا ونروح على شايفين الازرق ده؟ هنروح هناك في حاجات جوه برضه. لذيذ البتاع ده كديكوريشن، يعني في من جوه شخصيات دينية، يعني بتلف وكده، يعني بتلف 360 درجة، أو يعني بتلف عموما، مش لازم 360 درجة، مش خريجها هندسة أنا. بتلف وفي فوق مروحة وناس هنا قاعدة. ده محل، ده طلع محل أصلا، محل وعامل الديكوريشنز دي فوق، وواضح إن عليه زحمة، إن حاجته حلوة. This is like Polish cuisine, right? Polish cuisine, some grilled. هو مطبخ بولندي فمهتمين بيه كده اهو. البتاع اهو، الحاجة بتلف جوه اهو، الشخصيات دي بتلف من جوه. دخلنا الشارع اللي انا كنت بقول لكم عليه من عند البوابة ده، بس هو بيدخلنا على الاولد تاون العادية. في شوية ديكوريشنز عند المحلات اهي، شكلها حلو قوي. وفي الجزء ده، وده اخر جزء في الماركت. محل هو بيبيع حاجات خشبية بتاعت الطبخ. و دي انا لابس البتاع في ايدي عشان الجو برد. دي فواكه مجففة بيعلقوها برضو على الكريسماس تري، بس ريحتها تحفة، ريحتها تحفة، وعاملينها بأشكال وبتاع. What is this, bro? This is like meat. Different kind of meat that we put on the sandwiches. لحمة خنزير مجففة. Also, Yeah, yeah. mountain cheese. But is this cheese? Yeah. Is this cheese? Yeah. Cool. Like, can you smell like that? Yeah. This is something specific. واحدة وقعت في الشجرة. وده برضو that's good. Yeah. Honey and cheese also. Lithuanian. Lithuanian cheese. محل ليتواني، عندهم حاجات متنوعة بقى. عندهم جبنة، عندهم جبنة اهي جوه، وعندهم شمع برضه من شكله حلو ده، وعندهم عسل نحل. هنا حاجة مختلفة أخيرا اهو يا جماعة، مطبخ أفغاني، وواحدة محجبة جوه اهو. عندهم كفتة واسمها كفتة برضه بالبولندي.
وبكده جولتنا تكون خلصت النهارده في الكريسماس ماركت، وده اول كريسماس ماركت احضره. ولو عجبك الفيديو دوس لايك وسبسكرايب وفعل زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد. دلوقتي احنا هنتمشى شويه، بعد كده نروح. اشوفكم في فيديو جديد. سلام.